السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهب رايح على فين؟ الكل في انتظار اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم 31 يوليو 2024 يوم الأربعاء، وإيه اللي في جراب جيروم باول. طبعا كله عمال بيتكلم في تخفيض وناس بتتكلم في تثبيت. يا ترى جيروم باول هيكون رأيه إيه؟ طبعا كل الناس اللي معاها فلوس وعايزة تحافظ على فلوسها في الذهب، هو دلوقتي ده السؤال الشاغل ليهم. وخليني كمان أقول لحضرتك امتى اشتري وايه السعر او ايه النقطة اللي ممكن ابدأ منها لو انا مش معايا ذهب، معايا سيولة بس. إيه السعر اللي ممكن ابدأ منه ان انا اجزأ واعمل كمان منه متوسطات. خليني اقول لك كمان مقارنة غريبة شوية ما بين اللي اشترى ذهب في يناير 2024 وما بين اللي حط فلوسه في شهادة ال27%. يا ترى مين فيهم اللي استفاد ومين فيهم اللي خسر؟ خليني كمان اقول لحضرتك، هل الذهب ممكن ينزل تحت مستويات ال 3100 جنيه لعيار 21 ولا لا؟ وهل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ وكمان الشاشة العالمية رايحة لفين؟ هل هتطلع تعمل قمة جديدة ولا ممكن تاخد ترند نزول؟ كل ده هجاوبك عليه. ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق لينك الواتساب او التليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. طبعا اعلن صندوق النقد الدولي ان من حق مصر ان هي تاخد الدفعة الثالثة من القرض واللي يبلغ قيمتها 820 مليون دولار. ولكن خد بالك من التركية دي، إيفانا رئيسة الصندوق كانت قالت قبل كده في شهر 4 اللي فات إن مصر هتاخد من الصندوق إجمالي 4 مليار دولار في عام 2024. وخليني أقول لك إن إحنا في النص الثاني من عام 2024 وبالتحديد من شهر 6 لشهر 12 المفروض نسدد 4 مليار دولار. دي ديون علينا، يعني هم المفروض هيدونا ال 4 مليار وهنسددهم في النص الثاني من عام 2024 كأننا ما عملناش اي حاجة. وخد بالك من النقطة دي ان هم بيلعبوا معانا لعبة القط والفار، يدونا الفلوس باليمين ويرجعوا ياخدوها بالشمال. خليني اقول لك ان 2025 هي سنة صعبة، احنا علينا القرض من 3 ل 8 مليار دولار علشان نسدد الديون اللي علينا. ولكن في عام 2025 مصر عليها التزامات اجماليها 5.3 مليار دولار، ده في عام 2025. اذا السنة اللي جاية دي اعتقد ان احنا هنشوف تحريك تاني لسعر الصرف. وخليني اقول لك كمان ان احنا هنقع تحت ايد المؤسسات المالية والائتمانية، واعتقد الفترة اللي جاية يا رب نعديها على خير. فخد بالك من النقطة دي. نيجي بقى لليوم المهم، يوم 31 يوليو يوم الاربعاء اللي جاي. طبعا ده اجتماع الفيدرالي الامريكي وجيروم باول. طبعا بيرى بعض المحللين العالميين ان الفيدرالي الامريكي هيبدأ يخفض الفايدة في شهر 7، ولو ما خفضهاش في 7 هيخفضها في شهر 9 اللي جاي بنسبة 88%. طبعا الكل بيراهن على ان جيروم باول هيسلم الدولار واللعبة خلصت. ولكن رأيي الشخصي ووجهة نظري اللي ملهاش اي لازمة، ولكن خليني اقول لحضرتك وجهة نظري. انا شايف ان جيروم باول هيطلع بعد ان يوم الاربع اللي جاي هيتم تثبيت سعر الفايدة، وجيروم باول هيطلع يقول حاجة من الاتنين: يا اما هيتكلم وهيفضل متشدد في سياسته النقدية للدولار، يا اما هيسيب الكلام عايم وهيسيب الفيصل هو البيانات الامريكية الاقتصادية الفترة اللي جاية. خليني اقول لك ان جيروم باول مش هيسلم الدولار بالسهولة دي مهما كانت التوقعات. وخليني اقول لك عينك على العالمي الفترة اللي جاية، لان مهما زاد السعر العالمي يوم الاربع في حالة التثبيت والتجديد من جيروم باول، انا شايف مهما الشاشة عليت لازم هتنزل تصحح. وخد بالك كويس قوي من 2347 دولار للأونصة، الرقم ده لو احنا وصلنا وكسرناه لتحت حضرتك هتشوف مستويات 2297 دولار للأونصة. عشان كده بقول لحضرتك عينك على جيروم باول يوم الاربع وقرار سعر الفايدة. كتير بتسأله الفترة دي لو انا مش معايا ذهب خالص ومعايا سيولة بس، ايه النقطة اللي انا ممكن ابدأ اخش اشتري عندها؟ خليني اقول لك اي رقم فوق مستويات 3240 جنيه لعيار 21 ما تشتريش، اشتري تحت المستويات دي وابدأ ان انت جزأ، وابدأ اشتري نقطة او اشتري جزء، وابدأ كل نقطة انخفاض اشتري جزء تاني، واعمل لنفسك متوسطات. بس اهم حاجة
خلي عندك مساحة من الوقت ان انت تقدر تحتفظ بالذهب ده اطول فترة ممكنة. ما تكونش عايز الذهب ده تشتريه دلوقتي او بكرة عشان تبيعه بعد شهر 2 3 4. هقول لحضرتك ده كده غلط. اذا ما تشتريش خالص، لكن اعمل حسابك في وقت كافي علشان لما تتزنق على الاقل على الاقل يكون رقم حضرتك فوق وغطى كمان المصنعية، وتقدر ان انت ما تكونش خسرت في راس المال. الناس دلوقتي اللي اشترت شهادة ال27% لمدة سنة، والناس اللي اشترت ذهب لمدة سنة، مين فيهم اللي كسب ومين فيهم اللي خسر؟ خليني اكلمك دلوقتي على المعطيات الحالية. الذهب دلوقتي بيتركز عند منطقة 3200 جنيه لعيار 21، والشهادة اللي كانت معمولة في البنك 27% لمدة عام كامل. خليني بقى اقول لك الاتنين اللي حصل فيهم. لو انت النهاردة اعتبرت حضرتك معاك 100,000 جنيه على سبيل المثال، وحطيتهم في شهادة 27% سنويا، يعني انت بعد نهاية السنة هتاخد 127,000 جنيه. ولو اشتريت ذهب عند متوسط 3200 جنيه لعيار 21، يعني حضرتك عايز 31 جرام. ال 31 جرام دول هيعملوا مع حضرتك 99,600 او 99,200 في رينج الرقم ده، يعني قول 100,000 جنيه. انت دلوقتي بعد السنة هتاخد الفلوس اللي في البنك 127,000. طب الذهب عشان يوصلوا لنفس القيمة على الأقل 127,000، يعني الذهب حضرتك عايزه يزيد على الأقل على الأقل 900 جنيه. يعني الذهب دلوقتي يوصل معاك ل 4100 جنيه بعد نهاية السنة، كده حضرتك حققت نفس ربح الشهادة. هل ده حصل حاليا؟ لا. وهل الكلام ده هيحصل مع السعر العالمي وأول تخفيض؟ هقول لحضرتك برضو مهما كان مش هيزيد الزيادة دي كلها، مش هيزيد الزيادة دي إلا لا قدر الله حصل تغيير في سعر الصرف أو دخلنا في أزمة دولارية مرة أخرى. علشان كده بقول لحضرتك الأزمة دي لازم تكون مع الدولار، ولازم أن تكون بتشتري، مش الغرض ان العالمي هو اللي يتحرك. محدش بيراهن على العالمي دلوقتي، مهما كان العالمي زاد هيزيد له ايه؟ السعر 200 جنيه 300 جنيه، لكن هي الفروق السعرية اللي انت ممكن تشوفها وتحقق لك نسب كبيرة زي البنك، هي لا قدر الله يحصل مشكلة في الدولار. عينك دايما على دولار البنك، وخلي بالك وانت بتشتري لازم يكون عندك طولة بال ونفس. بمعنى ان انا النهاردة بشتري لأطول فترة. الذهب استثمار متوسط وطويل الأجل. هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ وهل ممكن نشوف مستويات 3100 جنيه لعيار 21 ولا لا؟ خليني اقول لك ببساطة شديدة جدا، لو الدولار ريح في البنك بعد دفعة قرض صندوق النقد لحد 46.5، طبعا مبدئيا هو لازم يريح 47 و95 او 96 قرش، لازم ينزل للرقم ده عشان نقدر نقول بعد كده ممكن يروح لحد فين. ولكن لو ريح 2 جنيه مع سعر عالمي تحت 2000 او تحت ال 2380، طبعا هتشوف ال 3100 جنيه مرة اخرى، ودي بقى عملية حسابية تقدر تحسبها. عشان كده بقول لك كل الاحتمالات واردة. وخليني اقول لك كمان محدش يقدر يحدد هل الوقت الحالي مناسب ولا لا الا حضرتك، انت اللي عارف التزاماتك وعارف دنيتك رايحة لفين. عشان كده احسب حساباتك صح، وخلي عندك طولة بال في شراء الذهب عشان ما تقدرش ان انت تخسر في راس مالك لا قدر الله في يوم من الايام. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.